أسهل وأطيب سودة دجاج. نعمل وصفتين كل وحدة أطيب من التانية. هاي الأولى، لسه في جاي التانية. بسم الله ما شاء الله، تابعوني لحتى تشوفوا الطريقة. تنتين أطيب من بعض ولا أسهل من هيك، وخرج تتقدم على أفخم سفرة. بالبداية بنحتاج لسود دجاج المقدار اللي انتو بتفضلوه. بنفور عليها، بنحطها بمي بنغليها على النار، بنفور عليها لحتى تشيل الزفرة. بعد ما تجهز معنا بنبلش بأول وحدة. أول شي بنحط زيت، بعدين بنقطع بصلة ناعمة لجوانح ناعمة بهالشكل هاد، وبنحرسها كتير منيح بحيث انه بس مجرد تطرى، ما بدنا اكتر من هيك. بعد ما تطرى راح نضيف عليها قسمة من السودة اللي عملناها على النار. بنقسمها، في عالم ما بتحب تقسمها، انا بحب اقسمها بهذا الشكل. بنشوحها كتير منيح مع البصلة على النار. وبعد ما نشوحها بنحط البهارات، ملح، فلفل، بابريكا او فليفلة حمراء، كمون، وهذا عنصر اساسي يعطي نكهة كتير كتير طيبة. وبعدها بنقلبهم كتير منيح لحتى تختلط البهارات مع السودة منيح بهذا الشكل. بعدها بنكون محضرين فليفلة مقطعة حمراء وفلفل وقرن فليفلة خضراء كمان بنحمسهم كتير منيح معاها. وهيك تقريبا بتكون وصفتنا جاهزة لليوم. شوفوا ولا أسهل من هيك، ما أكلت معانا 5 دقايق. بنحط بعدها نص فنجان ليمون معصور، وبهالشكل بتصير معانا. هيك بنتركها بس تاخد النكهات من بعضها شوي على النار، لأنه هي ما بدها نار كتير، مجرد تشويح مو أكتر، لأنه نحن مفورين عليها والحمص بيكون بشكل بسيط كتير. هاي أول وصفة بتكون جهزت معنا. للوصفة الثانية لسه أسهل من الوصفة الأولى، مجرد إنه نحط سمنة ومندوبة بهالشكل هذا. بعد ما بتذوب عنا السمنة على الآخر بنضيف فوقها مباشرة السودة المقطعة المجهزينها كمان مفورينها. أنا عملتها على قسمين. هاي القسم الثاني كمان مقطعينها، كمان في عالم بتحب تخليها قطعة مثل ما هي ساغ، أنا بحب قطعها بهذا الشكل. بشوحها على النار كتير منيح. بعدها بحط البهارات اللي هن ملح وفلفل فقط لا غير، بهي النكهة مشان تتشبع منها، ما بدي اي شي. فقط بنزل عليها الثوم والحمض، بطفيها بالثوم والحمض بتطلع بهذا الشكل. ولا اسهل من هيك، وما بتاكل معانا دقيقتين على النهار. وأسهل أكلة وأطيب أكلة ممكن تعمليها بشهر رمضان، برا رمضان، حتى للعزايم سهلة وسريعة، والولاد كتير بيحبوها. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيف صارت معانا. هلا راح أورجيكم كيف طلعت بالنهاية. شوفوا ما شاء الله بهالطريقة. هاي ام السمنة طلعت معانا ولا أحلى من هيك ولا أطيب من هيك، ونكهة الثوم. هاي ام الخضرة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من لايك والشير والمتابعة للقناة. كانت معكم قناة ام عصام، بحبكم كتير.